ما الذي سينتصر في هذه الحرب الدائرة اليوم ما بين إيران وما بين أمريكا وما بين إسرائيل واللي ممتدة؟ حنا شفنا دابا 12 دوله ولا 13 دوله معنيه بهذه الحرب، حتى واحد فيهم غيخرج منتصر. اللي غيخرج منتصر في هذه الحرب هو دوله لا تخوضها، اللي هي الصين هي اللي غتربح في الحرب. هذه قاعده في العلاقات الدوليه. الحرب راه هذه واحد الحكمه قديمه كان تيقولها واحد الحكيم صيني، جنرال صيني سان تزو، قال قبل آلاف السنين الحرب التي تكسبها هي الحرب التي لا تخوضها. في العهد الملكي في فرنسا في القرن 16 و 17 كانت فرنسا قوة ديك الساعة أوروبا، ولكن دخلت في عدد من الحروب، حروب أوروبية، حروب نابليون وغيرها، ومن بعدها دخلوا في مشاكل مع إسبانيا وحروب إسبانيا. في هذا الوقت اللي كانت فرنسا ملهية في هذه الحرب، شنو كانت هناك بريطانيا تتشوف فيها. واش تدير بريطانيا؟ تتربط علاقات تجارية وتبني أسطول بحري، وهو اللي شكل النواة الإمبراطورية ديالها. من دخلت فرنسا وبريطانيا في حرب مع ألمانيا وحلفائهم في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية، استنزفوا مواردهم. كانت واحد القوة بعيدة في الأطلسي تما تتراقب وتزداد قوة. ومن انتهت الحرب العالمية الثانية شكون اللي ربح؟ اللي ربح هو أمريكا. دخلت الحرب متأخرة، لم تفقد إلا عدد قليل من الضحايا، كانت تتبيع السلاح ديالها لدرجه الاوروبيين ما بقاوش قادرين يدفعوا المال، ولاو تيدفعوا احتياطاتهم من الذهب. نفس الشيء اليوم يقع في الصين. امريكا من حرب الى حرب الصين تراقب، تحتفظ بمواردها الماليه، بابنائها، بسمعتها، باتفاقياتها بطريق الحرير اللي تتصوب وهو شبكه الطرق مع كل القارات باش دير معهم التجاره. نشروا مؤخرا الصينيين واحد الخطه خماسيه من 2026 ل 2030، وحددت 7 الأولويات عند الصين باش تحقق واحد المشروع حضاري كبير هكا تسميه، يمحو الحدود بين التكنولوجيا المدنية والتكنولوجيا العسكرية ويعد الصين للمرحلة القادمة. أولا، إدماج الذكاء الاصطناعي في النسيج الصناعي واللوجستي والصحي والتعليمي والدفاعي. أخي يدخل الاي اي في كل شيء. هذا الشيء. ثانيا، تسريع الصناعات والروبوتات البشريه. 3، تطوير واجهات الدماغ الآلية، تبدأ تتحكم في الأشياء كونكتي بمجرد التفكير. الحوسبة الكمية، بيج داتا والتطور اللي كاين في إدارة البيانات إلى غيره. أشباه الموصلات المتقدمة، هذوك اللي بغاو يمنعوا على الصين، هذوك الرقائق وهذوك التشيبس إلى غير ذلك. الجيل السادس من الإنترنت، هذاك 6G يوجدوا له من بعد 5G. وأخيرا، الاندماج النووي والانتقال الطاقي العظيم، باغيين يزيدوا يطوروا من مصادر اخرى للطاقه غير المصادر الاحفوريه، غير الغاز والبترول اللي هما تيستوردوا منه 12 مليون برميل في اليوم.